خليني أعطيك تصور واضح عن المكعب. البرج اللي موجود في كافت طوله 300 أتوقع 90 وشيء. المكعب 400 متر في 400 متر في 400 متر، يعني تتكلم عن شيء أطول من البرج اللي موجود في المدينة المالية، صح؟ في المدينة المالية كافت ارتفاعه أكثر من 370 متر، ولكن المكعب واللي لم يسبق لأي دولة حول العالم أنها سبقت المملكة راح يكون 400 متر ب 400 متر ب 400 متر، لذا سمي المكعب. جوا المكعب في هذا البرج اللي داخل طوله 330 متر 330 متر، أطول من برج إيفل بارتفاع برج إيفل. طيب، واللي حول المكعب تبي تكون كلها فنادق ومراكز تجارية ومراكز ترفيهية لتخدم الزوار. وهذا الآن طريق الملك سلمان وهذا طريق الملك خالد. هذا بعد التطوير سيصبح فيه جسور هذا تركي الأول، صح؟ صحيح. تركي الأول بيتغير شكله تماما. عظيم. طيب وش هذه المباني اللي حوله؟ هذه راح تكون وحدات سكنية حول المكعب بمشيئة الله. يا سلام يا سلام، عظيم. وجوا المكعب في بالزوايا أبراج، صح؟ غير البرج هذا اللي جوا. صحيح، راح تكون فيه 4 أبراج نشوفها الآن، برجين منها منورة، هذه راح تكون الأبراج السكنية، أبراج داخلية. صحيح، داخل المكعب. وهذه الأبراج الثانية هي اللي راح تخدم مراكز الضيافة. يا سلام. وهذيك اللي جوا بتكون شاشة. صحيح. طبعا في السقف راح تكون فيه روف توب سيتم تطويره مستقبلا ليخدم الزوار بالكامل على ارتفاع 400 متر. تخيلوا هذا النص دائرة هذه تبي تكون شاشة. الشاشة هذه تتعايش مع الواقع. يعني مثلا تتفاعل معها. مثلا لو بيكون مثلا فيه الجو طبيعة، بتشم ريحة الطبيعة، بتشوف طيور حولك، تسمع صوت، بتشوف ديناصورات تدور حولك. شيء استثنائي لم يحدث من قبل. وهذا أتوقع بيكون النقلة النوعية على مستوى العالم. في 2030 إن شاء الله نزور هذا المكان ونصور سيلفي معه بمشيئة الله. صور سيلفي بإذن الله. ما شاء الله. هذا الجناح الخاص بالمكعب داخل سيتي سكيب 2024. ما شاء الله، عرض مميز واستثنائي.